بص يا صاحبي، في حاجة كبيرة قوي بتحصل حوالينا دلوقتي. مش كل الناس واخدة بالها منها. القصة بدأت من سنين لما اثيوبيا قررت تبني سد النهضة، وقالوا عشان الكهرباء والتنمية. بس هنا بقى المشكلة بدأت تظهر عند مصر، لأن مصر أساسا بتعتمد على المية اللي جاية من النيل. طبيعي جدا أي تغيير في المية يخلي فيه قلق كبير، ويخلينا نقلق إحنا كمان. ومن هنا بدأت القصة بين مصر وأثيوبيا، ومعاهم كمان السودان. اجتماعات كتير وكلام كتير ووعود أكتر، بس الحقيقة مفيش حل جذري لحد دلوقتي. كل مرة الموضوع بيقف عند هنرجع نتكلم تاني ونفتح الموضوع بعدين. بص، ده كله مصر مش واقفة مكتوفة الأيدي يعني. بالعكس، كانت بتحاول تتحرك بهدوء وبشكل علمي وعملي. الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها بشكل واضح: المية حياة أو موت، ولا رفاهية ولا اختيار. عشان كده مصر بدأت تشتغل على حلول تانية للمية، زي تحلية المياه وإعادة تدويرها. في تقارير إعلامية زي البي بي سي اتقال إن مصر بتتعامل مع الموضوع بكل هدوء، يعني مش بتندفع. في نفس الوقت مش بتسيب الأمور للصدفة أبداً. والقصة مش واقفة عند السد بس، تبقى غلبان، لأن في بلد مهمة جداً حوالين الموضوع وهي السودان، واللي فيها دلوقتي مشاكل وصراعات وعدم استقرار بالمرة. وده بيخلي المنطقة كلها حساسة جداً. في مناطق قريبة زي بني شنقول وإقليم النيل الأزرق، ودي مناطق قريبة جدا من السد، وده بيسبب التوتر حوالين المنطقة. لو بصينا أبعد شوية هنلاقي الموضوع مش مية بس، ده كمان تجارة وفلوس ومصالح كبيرة جدا. في نقطة بقى هنا مهمة اسمها مضيق باب المندب، طبعا عارفه، ده واحد من أهم ممرات التجارة في العالم. أي مشكلة فيه ممكن تأثر على أسعار السلع والشحن وكل حاجة تقريبا. وده اللي خلى التقارير عموما بقت تتكلم عن خطر قفل مضيق هرمز. المنطقة دي بقت ساحة اهتمام عالمي، مش موضوع ممر مائي. وفي وسط كل ده بيطلع خطط سرية على السوشيال ميديا، وبيطلع كلام كتير جدا مش عارفين معناه ايه. بس ببساطة مفيش حرب جاية بالشكل ده، لأن انت بتحارب أمريكا بيحكمها مؤسسات. عشان كده احنا بنقول الحرب هتقف، لكن اللي موجود فعلا هو توتر كبير جدا، ومصالح بتتقفل، ودول بتقع بسبب المضيق ده، وبسبب امريكا، وبسبب اسرائيل. الموضوع كله كل واحد ماسك مكانه ومستني يشوف التاني هيعمل ايه، زي اتنين كده واقفين في خناقه، كل واحد بيقول للتاني ابدا انت الاول يا عم. بص بقى وركز معايا، ليه بقى الكلام ده يهمك انت؟ لو حصل اي تصعيد تاني في المنطقه دي، ده هيأثر على جيبك. عشان كده بقول لك ركز. الاسعار هتعلى، التجاره هتتأثر، كل حاجه بتتأثر من الحروب. حياه الناس اليوميه هتتغير. يعني الموضوع مش بعيد زي ما انت فاكر، الموضوع قريب منك جدا حتى لو انت ما انتش حاسس. نلخصها بقى كده ببساطه: سد كبير اتبنى، وده سبب خلاف كبير جدا. دول حوالين بعض عندها توتر ومشاكل كبيره جدا. في مناطق حساسه جدا حوالين السد. ممرات تجاره العالم كلها مركزه في المكان ده، لكن لحد دلوقتي مفيش حرب مؤكده، شد وجذب كبير وصراع ومصالح فقط. انت شايف ايه؟ هل الدنيا ممكن تهدى باتفاق قريب، ولا ممكن في اي لحظه نلاقي الدنيا ولعت؟ قول لي رايك في التعليقات، والله المستعان، وتحيا مصر.